السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج نسمات. من أهم العبادات في حياتنا عبادة الدعاء، حيث أن السلف الصالح كانوا يجهزون أدعية خاصة بهم. لكن هناك الكثير منا من يدعو كثيرا، لكن الله لم يستجب لدعائهم رغم تحري أوقات استجابة الدعاء. وهنا يبدأ الفتور، ينتاب الإنسان أمام هذه العبادة العظيمة. لنتفق أولا أن الإنسان يمكنه أن يدعو بالشر دعاءه بالخير، أي أنه يدعو بالشر وهو معتقد وموقن أنه خير، لأن الله فقط من يعلم هل هذا الدعاء فيه خير لنا أم هو شر. لذلك استجابة الدعاء تكون على 3 أشكال، وهي أن الله يحقق ما تدعو به لأنه فيه خير لك، وكذلك يمكن أن يؤجل استجابة الدعاء لأجل هو أعلم به، لأن الخير في ذلك الوقت وليس حين الدعاء. وكذلك يمكن أن لا يحقق لك ما تدعو به ويعوضك به أجرا وحسنات تجدها إن شاء الله في صحيفتك يوم القيامة. لذلك يجب علينا أن ندعو الله مخلصين له وكلنا يقين أنه سيستجيب لنا، لكن بالشكل الذي يراه هو خير لنا، فكل ما يفعله الله لنا خيرا. إلى اللقاء.